وجه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه ويطول في عمره بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي اللي راح تغطي إمارات الدولة وتعزز من جودة الحياة والرعاية الصحية المستدامة. أبرز ملامح المنظومة توفير الرعاية الصحية لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وبجودة عالية، والأهم في ذلك ترسيخ صحة الإنسان كأولوية وطنية ومحور رئيسي للتنمية الشاملة. في رسالة أنا حبيت أوصلها من بعد ما شفت الخبر هذا، حبيت أني أوصل رسالة يعني فئات خارج الدولة اللي حتى الأخبار الإماراتية يتبعونها قبل مواطنين دولة الإمارات. فطلع واحد وقال يقول والله الإمارات عيب عليهم أن ما عندهم تأمين صحي لمواطنينها. لا يا بابا، الإمارات مقدمة من أيام الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، مقدمة خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين، ولكن اليوم الإمارات تحسن من هذه الخدمات إلى أعلى مستوى. كون الإنسان في دولة الإمارات والمواطن الإماراتي هو المحور الرئيسي في التنمية، فما في شك لازم تكون هناك جودة عالية هي تقديم الخدمات الصحية والوقاية الاستباقية، فالإنسان أولوية كبرى عند قيادات دولة الإمارات. أما أنك أنت تطلع وتقول كلام ما بفاهم عنه، هذا يدل على نقص العقل ونقص أنت تواجهه في بلدك. فدولة الإمارات حريصة جدا على صحة الإنسان وعلى المنظومة الصحية الشاملة في دولة الإمارات. الله يحفظ الإمارات ويحفظ قيادة الإمارات، ونقولهم دائما الشكر ما راح نوفي حقهم فيه. الله يحفظكم يا رب.